جاوبني اسباغ الوضوء مداخلتك، تفضل خذ مداخلتك، بس جاوبني على اسباغ الوضوء ما معنى. يلا جاوبني، شنو اسباغ الوضوء؟ ما معناه يسبغ الوضوء؟ والعباس ما يعرف، ما يعرفون اخوان، والله ما يعرفون. هاي الروايه اللي جابها اللي بعدها تدرون شنو يقول؟ حتى انا خلي اقرا لكم هذا يعني انقلب الاسماء من الساعه كلها. حتى رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح ظاهرهما. راح اعطيك وقت حتى تروح تعرف شنو الاسباغ. قال ابن احمد وانما، هاي من امه؟ هذا ابن احمد يقول مو قول النبي. وانما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، حدثنا ابراهيم ابن احمد، حدثنا الفربري مو الفراري، الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا مسدد عن ابو عوانه عن ابو بشر مو بشره، عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف النبي في سفر فأدركناه وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. الآن يا أستاذ وليد تفضل اشرح لي ما معنى ويل للأعقاب وما معنى السبغ بالوضوء. معك المايك منا إلى يوم القيامة. نعم سني مولاي موسى، سني الكتاب. ليش ما قلت هذا القول؟ يعني هذا القول تفضل انت جاوبنا علي. يلا انت تستشهد بهذا القول، تفضل انت اشرح. ثواني، انت ليش دلست على هذا القول؟ ليش ما كملت القول؟ يلا هسه انت كملته وانا كملته، بدك تشرح لي. تفضل انت مو تستشهد بي، تفضل اشرح. يعجبني بكيفي تفضل انت شرحه. خلاص يلا تفضل. دكتور انا ما اتكلم ويا واحد دلاس. طيب دلاس اكبر. دلست خاف هلاس. يلا تفضل جاوبني على هذا الحديث. ما معنى ويل للاعقاب من النار وما معنى يسبغ الوضوء؟ يلا حبيبي يلا طقطق حالتك. يلا شنو راح تريد ننزل لو انت تنزل؟ تريدنا ننزل لو انت تريدنا ننزل لو انت تنزل؟ انت منو حتى تدلس علي؟ يعني ما تريد تحاور؟ ما تريد تكمل؟ تدلس على العالم. اعتذر بابا ما دلست انا حبيبي، انا ما دلست يا دلاس، ما دلست انا. ليش هذا القول ما يفيدك؟ ما تفيدك لان هذا ايضا في المسح، ما يفيدك في المسح هذا حبيبي. بابا ليش قال لهم؟ تفضل اشرح لي اياه. يلا تفضل اشرح لي. تفضل اشرح لي الروايه. ثواني ما ادري يجوز ضاج النبي، تفضل اشرح لي اياها. ضاج النبي وعلى صوته، تفضل اشرح لي اياها. النبي على صوته. يلا اشرح لي اياها تفضل. اشرح لي هاي الروايه. هاي السوالف مالتكم، هاي السوالف يا عمي اشرح لي الروايه تفضل. اشرح لي اياها. عيب تكذبون على العالم. عيب. والله دكتور محمد مين تجيب هاي العالم اللي ما تعرف ما تفتهم؟ يا عم اشرح لي الروايه تفضل، انت مو استشهدت بيها، اشرح لي اياها تفضل. عيب تدلس. ليش تدلس؟ قول اعتذر وانا اشرح معك. متعلم من البخاري ادلس غير اسود في الصحابه. تأدب. لا هسه انا يعني جيد اوقف. اذا ما خرجت لك البخاري اذا ما خرجت لك لا كبرني دكتور. واحد اي ما كبرني ما دكتور كبرني دكتور. كبرني دكتور. كبرني خلي اعلم من هو المدلس. كبرني يلا اعتذر قول انا دلست دكتور. شوف انا قلت له انا مثل البخاري ادلس تمام، ولكن شوفوا ما هو البخاري. ثواني دكتور دلس علينا. ثواني يا دكتور دلس علينا. انا ما اكمل كلامي وياه وبدا يتجاوز على البخاري. لا ما متجاوز على البخاري. هسه اطلع لك مالك مدلس. انت تجيب نفسك. اي نعم مثله والله. اي والله مثله. اي والله احنا على البخاري ما تصل. والله ما يخالف. ما بدك تشرد ما يخالف ما بدك تشرد. دكتور تفضل دكتور. اذا ما يقول انا تفضل اخوان دلست عليك خليه يكتم. يلا اكتب اخوان. هذا تعريف دلست. اخوان هذا كتاب تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تأليف الامام العلامه الحافظ الكبير شيخ الاسلام شهاب الدين ابي الفضل احمد بن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني المصري، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري والاستاذ محمد احمد بن عبد العزيز، دار الكتب العلميه. ماذا يقول اخوان؟ انا من اقول لك ولي في البخاري اسوه حسنه، انا ما اكذب. محمد
ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري. أيوه بعد تفضل. الإمام وصفه بذلك أبو عبد الله بن منده في كلام له قال فيه: أخرج البخاري قال فلان وقال لنا فلان، وهو تدليس. هلو وهو تدليس. وصفه بذلك أبو عبد الله بن منده في كلام له قال فيه: أخرج البخاري قال فلان وقال لنا فلان، وهو تدليس. هلو وهو تدليس. ولم يوافق ابن منده على ذلك، والذي يظهر انه يقول فيما لم يسمع. قال: وفيما سمع، لكنه لا يكون على شرطه أو موقوفا. قال لي أو قال لنا، وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه. بوم. تفضل يلا. أنا ما كذبت ولا جاوزت ولا جاوزت على علمائك. أنا قلت مثل البخاري دلس حسب ما قال علمائك وقول ابن حجر العسقلاني. تفضل الآن رد. طلع هذا القول من يلا يا بطل. طلع ابن حجر العسقلاني من كتاب ابن حجر العسقلاني، مو جايب له صوره قصاصه طلع لك. والله كارثه بالعباس ابو فاضل ذولا مساكين. بالعباس ابو يلا طلع. يلا هذا الكتاب شو اسمه؟ يتفضل طلع. يلا تعريف طلع. اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. اليف من؟ الامام العلامه الحافظ الكبير شيخ الاسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري. والحسابة بتحسب والحسابة بتحسب. يلا ويلا يلا يا الله يلا 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 تفضل طلع من الكتاب. يلا تفضل جاوب. طلع من كتاب، طلع لي من هذا الكتاب. تفضل يلا. هذا القول دكتور. يا كتاب يا كتاب هذا اللي كتاب انت. هذا القول بابا. روح احمد روح. ما تفتهم انت. روح. هذا كتاب مال امي غير مال ابن حجر. لا انت تفتهم. دكتور حبيبي انا صار عندنا وقت الصلاه، هذا مو مستواي صراحه. ويد تحترمك على عيني وعلى راسي، خوش ولد ومؤدب، لكن انت مو صاحب علميه. جاي اقول لك احترمك على عيني وعلى راسي. ايش بيك بس انت ما تفتهم. انت ما تفتهم. لا تقول هذا. اروح اصلي. يلا ما يخالف ما تجاوز عليك، لان احتراما للدكتور. احنا معاهدين الدكتور ما نتجاوز البت حتى لو يتجاوزون علينا. يلا دكتور حبيبي اشكرك في امان الله وعظم. نصلح ما قاعد ويا وليد. في امان الله دكتور حبيبي.